عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده جايبه لكم فيديو استحملوه معايا يا جماعه، انا عارفه ان كلكم هتتعصبوا وتتنرفزوا. مع احد المخرجين كان عادي وطبيعي جدا وفجأة تدين بشكل غريب. دلوقتي الست إلهام بتقول انا اشتغلت مع مخرج كان الاول عادي وطبيعي ودلوقتي تدين بشكل رهيب. يعني تدين بالنسبه لك التدين ده ايه؟ انت ما تعرفيش التدين طبعا على الكلام اللي انت كنت بتقوليه، وكنت بتحلمي بالعذراء وكنت بتروحي الكنيسه، فطبعا ما تعرفيش ايه التدين. انت بالنسبه لك ان هو دلوقتي كان عاقل ودلوقتي اتجنن. الاذان يبدا في كل اذان الكاميرا دايره، يسيب الكنترول ويسيب الممثلين وينزل، ولازم العمال كلها وراه ويقف امام ليهم يصلي مع كل صلاه، ولازم في ميعاد. هي دلوقتي بتقول ان هو بينزل في كل اذان يسيب الشغل وينزل والعمال وراه. طيب انت عايزه الاذان لما يدن سيادتك يصلي الوقت امتى؟ بعد ما الوقت يضيع؟ طبعا انت ما تعرفيش حاجه يعني الحمد لله عن الصلاه. انت دلوقتي عايزاه يستنى الفرض بتاع ربنا لما يضيع وبعد كده يجي يصليه قضاء عشان خاطر سيادتك ما يعطلش شغلك وما يعطلش الشغل وما يعطلش الناس. ده كمان ربنا يهديه، ده انت بتقولي بياخد العمال معاه وبيروح يصلي بيهم امام. يعني انت زعلانه ان المخرج ربنا هداه وربنا تاب عليه مشهد وفي اوضتك وصلي، لكن تعطل الاستوديو كله ده عمرنا ما كنا بنشوفه. ده التغيير بقى اللي حصل في المجتمع. خلص المشهد وبعد كده صلي في اوضتك عشان ما تعطلش العمل. ده التغيير اللي حصل وما كناش بنشوف كده. انت سيادتك طبعا ما كنتيش تعرفي عن الدين حاجه وما كنتيش تعرفي الصلاه بتصلى ازاي والاوقات بتاعتها ازاي اكيد يعني. عشان كده انت بتقولي ده التغيير اللي جه علينا. ده التغيير اللي جه علينا سيادتك على اساس ان الاسلام لسه داخل لنا مصر جديد، لسه داخل لنا مصر الاسبوع اللي فات. انت بتتكلمي ازاي؟ انت طبعا ما تعرفيش حاجه عن الدين ماشي، وسيادتك يعني بتروحي الكنيسه، بس ما تحكميش بقى على الناس ان هم يسيبوا الفرض بتاع ربنا ويسيبوا ربنا وهو بينده لهم عشان خاطر سيادتك تكوني مبسوطه ويبقى زيك. ما ينفعش ان انت تخليه يبقى زيك، لا هو ربنا يهديه ويتوب عليه ويجعل الهدايه من طريقه، ويجعل ربنا يجعل اللي هم وراه دول وبيصلوا وراه الفرض بفرضه يجعلهم في ميزان حسناته. وانت ما تحكميش على حد ان ازاي يسيب شغله وازاي يوقف العمل، لا هو شايف الصح. الدنيا مش هتخرب لما يسيب الصلاه، لما يسيب الشغل بتاعه ويروح يصلي ربع ساعه ولا نص ساعه مش هتفرق. لكن انت سيادتك ما تحكميش عليه ان هو يعمل ايه. طبعا انت بتقولي ما كناش بنشوف الحاجات دي بتحصل، دي الحاجات التطورات اللي ظهرت. انت بتتكلمي كده كاني فعلا زي ما بقول ان الاسلام دخل علينا جديد الاسبوع اللي فات. ما كانش فيه اسلام والحمد لله الاسلام انتشر في مصر وعرفناه الاسبوع اللي فات. كل واحد يمارس طقوسه الدينيه زي ما هو عايز بما لا يتعارض مع شغلك، مش توقف انا مش ضد اي حد في الطقوس الدينيه بتاعته. انت سيادتك الطقوس الدينيه دي بتتعمل في اليهوديه وفي المسيحيه ومش عندنا في الاسلام. احنا ما عندناش طقوس دينيه في الاسلام، احنا عندنا صلاه وفرض ربنا بيندى علينا كل اذان فاحنا بنلبي النداء. سيادتك ما تعرفيش حاجه زي كده يبقى دي حاجه ترجع لك. انما هيعطل الشغل؟ لا ان شاء الله الصلاه ما فيهاش عطله للشغل، بالعكس ده ربنا بيبارك في اللي بيسيب الصلاه وبيصلي، بيسيب شغله وبيصلي، ربنا بيبارك له في شغله وفي صحته وفي عافيته وفي رزقه. لكن انت طبعا ما تعرفيش حاجه عن كده خالص. انا هسيبكم يا جماعه انتوا اللي تحكموا، انتوا اللي تحكموا على اللي هانم بتقوله، وقولوا لي رايكم في التعليقات. اسيبكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.